يا سلام على القرنبيط المقرمش الفظيع ده. يا سلام، شايفين؟ تعالوا نشوف الطريقه ازاي مع بعض. هنجيب معانا نباتة القرنبيط اللي هي الجميلة دي كده. عايزاها لما تيجوا تجيبوها هاتوها اللي هي ناشفة وماسكة ببعض، ديك مجيبهاش اللي هي متفرقة دي. انا تقريبا لما جبتها كانت فيها حاجة كده يعني مغمقة سنة، مش من نباتة، لأ ده من قفص او حاجة زي كده. المهم جبتها وهنحطها في الحوض بتاعنا يكون نضيف كده منضفينه، وتحت الحنفية مية جارية كده، ونبتدي ان احنا نغسل ونقطعها بقى قطع زي ما احنا عايزينها قطع كبيرة، قطع وسط، قطع صغيرة. اهم حاجة نغسلها كويس جدا، ونبتدي ان احنا نشيل اللي هي العروش الكبيرة الطويلة اللي فيها دي، نبتدي ان احنا نشيلها. بس كده. ومعانا بقى حلة على النار، زي ما انتم شايفين بتغلي كده. هنحط فيها شوية ملح وشوية نص معلقة ملح او معلقة ملح ونص معلقة كمون وربع معلقة كركم، بتخليها لونها حلو. بس يعني ربع المعلقة دي مش هتعمل حاجة يعني خالص. وهنبتدي ان احنا ننزل النباتة بتاعتنا اللي هي بتاعت القرنبيط في الحلة بتاعتنا كده، نسيبها 4 دقايق يا دوب. اول ما تغلي ونبتدي ان احنا نطلعها عندنا في مصفى، بس يكون تحتها حاجة عشان المية اللي هتنزل تنزل فيها. هنجيب بقى العجينة بتاعتنا عبارة عن كوبايتين دقيق، نص كوباية نشا، معلقة توم، شوية كام عود كزبرة كده، معاهم قرن فلفل وبيضة ومعلقة بيكنج باودر والتوابل بقى اللي احنا بنحبها. الملح عندنا، البابريكا عندنا، الفلفل الاسمر، الكمون، الكركم، نص من كل حاجة، نص معلقة، نص معلقة بهارات. هنبتدي ان احنا نجيب مية تكون سخنة، مش تكون باردة، مش عايزينها باردة. وهنبتدي ان احنا نحطها كده شوية بالتدريج واحدة واحدة، عشان خاطر ما نبقاش نخلي العجينة خفيفة. انا مش عايزة العجينة خفيفة، انا عايزة سمكها يكون تقيل شوية. زي ما انتوا شايفين معايا كده. هبتدي ان انا اضربها بقى كده كويس جامد جدا، عشان خاطر ما يبقاش فيها تكتلات ولا اي حاجة بالمضرب بتاعي. انا طبعا دقتها لقيتها محتاجة ملح تاني، رحت حطيت لها شوية ملح تاني زي ما انتوا شايفين كده. وهبتدي ان انا اضرب فيها، اقلب قلب 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 قلب. انا عايزاها السمك بتاعها يكون كده. هبتدي ان انا في فولة تانية اجيب دي كوباية دقيق، عليها ربع كوباية نشا، معلقتين نشا كبار اهم، وهنجيب نص معلقة ملح ونص معلقة بيكنج باودر. هنحط ده كله كده مع بعضه وهنقلبه كويس. دي اللي هتخليها بتقرمش. هنجيب بقى النباتة بتاعتنا كده، وهنبتدي ان احنا نحطها في العجينة بتاعتنا الطرية زي ما انتوا شايفين كده. وهبتدي ان انا اطلع من العجينة بتاعتي في الدقيق اللي انا عاملاه ده، هعفرها كده زي ما بيقولوا، ومن التعفيرة على الطاسة عدل. لو عايزه اعملها طبقه تكون اتخن او انشف، هبتدي ان انا احطها في الدقيق وبعدين ارجعها تاني للعجينه الطريه، وبعد كده ارجعها تاني في الدقيق، وبعد كده اروح حطها في الطاسه بتاعتي. لكن انا مش عايزاها كده، تبقى اوفر قوي. هبتدي بقى ان انا نقلب بقى اللي احنا حطيناه في الطاسه زي ما انتوا شايفين كده. شايفين القرنبيط الكنتاكي في نفسه؟ سامعين صوت القرمشه؟ شايفين؟ ده مش قرنبيط، ده كنتاكي ده. على رأي ابني، بتعملي لنا انتاكي يا ماما؟ قلت لهم بعمل لكم قرنبيط انتاكي. شايفين؟ هبتدي بقى انا اطلعه عندي. انا اللون بالنسبه له كده حلو بالنسبه لي. في اللي عايز يبقى افتح، اللي عايزه يبقى اغمق، انا بالنسبه لي اللون ده حلو قوي. شايفين؟ سامعين وشايفين اللون الجميل ده؟
سامعين القرمشه الجامده دي؟ شايفين الجمال؟ انا هبتدي ان انا ادوق معاكم وهتسمعوا القرمشه وهو بيتقرمش في بقي. انا ما بحبش الصوت على فكره وهو عامل صوت وانا باكل، ما بحبش يعني اسمع صوت حد وهو بياكل، بس لازم تسمعوا القرمشه الرهيبه دي. شايفينه؟ بجد جوسي جوسي قوي من جوه ومن بره ناشف قوي، حاجه يعني فظيعه. فراخ كنتاكي يا جماعه مش قرنبيط او قرنبيط كنتاكي. انا ابني بقى عمالين ده على اخوه يقولوا تعالى تعالى ماما بتعمل لنا فراخ انتاكي، ماما بتعمل لنا فراخ انتاكي. سامعين؟ دي مش فراخ كنتاكي يا جماعه، ده قرنبيط كنتاكي يا جماعه. شايفين القمر والجمال؟ شايفين؟ اعملوها بالطريقه بتاعتي دي هتعجبكم جدا وهتخلي الاطفال تاكل القرنبيط، لان بعض الاطفال مش بتحبه، هيخلوه ياكلوا اكل كده. جربوه باذن الله هيعجبكم.